بينا نعمل طاجن المكرونه بالسجق بتاع محلات الكشري. شايفين الجمال؟ تحفه، شكله بيتكلم عن نفسه. يلا نشوف بقى عملناه ازاي. يلا بينا. معايا بصلتين مفرومين ناعم، ومعايا نص حبايه من الفلفل الرومي، ونص حبايه من الفلفل الحامي، وكمان 6 أو 7 فصوص من الثوم. هاخد الثوم والفلفل وافرمهم مع بعض، وهجيب حله كده على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، وانزل بالبصلتين المفرومين واديهم تشويحه لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي. اول ما ياخدوا اللون الذهبي انزل عليهم بنص كميه التوم اللي احنا فرمناها مع الفلفل. تمام، واكمل تشويح. وبعد كده هنزل عليهم بكمون، فلفل اسود، 7 بهارات، وكمان جوز الطيب وبابريكا، وكمان معلقه من الملح ونص معلقه من السكر. تمام، واقلبهم مع بعض. وبعد كده اروح نازله عليهم بشفشق من عصير الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبهم كده لغايه ما ياخدوا غلوتين كده مع بعض. انا مش عايزاهم يتسبكوا، انا عايزاهم يغلوا بس مع بعض. وبعد كده هجيب طاسه فيها معلقه من الزيت، واروح نازله كده بالسجق بتاعي مقطعاه التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، واروح نازله عليها ببصلايه مفرومه واديهم تشويحه، وكمان فلفل رومي. وبعد كده هضيف التوابل بتاعتي: كمون، فلفل اسود، 7 بهارات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، وبعد كده هضيف عليهم نص كمية التوم اللي احنا كنا مخلينها. واول ما ريحة التوم تطلع كده اروح مطفية بالشكل ده، واجيبهم كده واروح ضايفاهم في الطاجن زي ما انتوا شايفين كده، واروح نازله عليهم بالمكرونه من غير سلق ولا اي حاجه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دول 700 جرام من المكرونه، ودول الصلصه اللي احنا صلصناها دي بالشكل ده، دي نص كيلو من الطماطم. تمام اهو بالشكل ده. اهم حاجه الصلصه تبقى مغطيه المكرونه بالشكل ده. عندك غطا للطاجن تمام، ما عندكيش هتغطيها بالفويل بالشكل ده، وهتدخليها الفرن. هتاخد معاكي حوالي 40 دقيقه وتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. شايفين؟ مستويه وما فيهاش ولا غلطه. احلى كمان من محلات الكشري. وتحدي هتعمليها وصدقيني محد هيعرف. شايفين؟ باي باي.